مساء الخير. أحب أعرفكم بنفسي. أنا علي السيد، متعايش مع مرض الإيدز. الحكاية بدأت في 1 ديسمبر 2014. بعد ما خرجت من المستشفى كنت بتبرع لشخص معين بدم. بدأت تظهر علي أعراض برد وسخونية وصداع وتكسير في الجسم. رحت للصيدلي اللي تحت البيت وأخدت منه كورس مضاد حيوي. الأعراض اتحسنت، وعلى مدار 4 سنين بيتكرر معايا الموضوع كل سنة بنفس الطريقة. بس في 2019 الأعراض زادت عليا جامد، واضطريت أروح لدكتور كتب لي شوية تحاليل ورحت عملتهم. وهنا بدأت الصدمة، عرفت إن أنا مريض إيدز. مرض الإيدز بقى من الأمراض اللي بتنتشر بصورة كبيرة جدا. يعني في سنة 2021 كان في 1.5 مليون شخص مصابين بالإيدز، ده غير إن في 650 ألف شخص توفوا بسبب الإيدز، ودي الأرقام المعلنة عنها فقط. في ناس ما حدش يعرف عنهم حاجة، والسبب الكبير في الانتشار ده هو فهم الناس الغلط للمرض. ناس تفكيرها غلط فبتتعامل مع المرض بطريقة غلط، فده بسبب إن الأعداد بتزيد بصورة كبيرة جدا. فيروس ال HIV أو المعروف بفيروس نقص المناعة، وده من عيلة فيروسات كبيرة اسمها الفيروسات القهقرية. ليه 3 مراحل. أول مرحلة ودي بتكون بعد الإصابة، بتبقى فترة بسيطة جدا، ودي بتبقى عبارة عن زي دور برد حرفيا، حبة سخونية وصداع وتكسير في الجسم. ياخد علاج للبرد يبقى تمام. بعد كده الفيروس يفضل في الجسم ويتكاثر بس مش بيدي أي أعراض، ودي هي المرحلة التانية، لحد ما يوصل للمرحلة التالتة وهي خط الإنذار. مناعته بتبقى في الأرض، ودي المعروفة بالإيدز. أي فيروس معدي في الشارع ملوش أي تلاتة لازمة يقدر يسبب مشاكل في الجسم، سواء كان الفيروس ده من بره أو من جوه الجسم. في حاجات عايشة في الجسم طيوبة خالص، طول ما أنت تمام مش هتقدر تسبب لك أي مشاكل، بس لو مناعتك وقعت هتقلب شريرة وتسبب لك مشاكل كبيرة جدا، أو حتى حاجات قوية الجسم كان مسيطر عليها أيام ما المناعة كانت قوية، إنما دلوقتي المناعة وقعت. الفيروسات او الميكروبات او حتى البكتيريا دي هتقوم وتسبب مشاكل كبيره قوي في الجسم. عشان كده لازم نفرق ما بين الايدز والاتش اي في. الايدز مش مرض لوحده، بس هو المرحله النهائيه من فيروس الاتش اي في. ونكمل في السلسله الجايه. سلام.